الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا في كل مرة. آه، وفي إطار أزمات المجتمع السوري يصار إلى فتح ملف القضية الفلسطينية والتعامل مع الفلسطينيين، خاصة من الجانب الكردي. وعندما أدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، بعض الكرد البسطاء وبعض المثقفين كمان يسعون إلى إقامة الحجة علي أنه يا هشام أنت عم تبالغ في دفاعك عن القضية الفلسطينية. هم ربما أنه أنا لم أنجح في إيصال الفكرة لهم، يعني أنا أدافع عن القضية الفلسطينية كمنظومية تاريخية، كبشر. ليست لدي كراهية ضد اليهود، ليست لدي، يعني ما اتفق عليه الفلسطينيون مع اليهود أقبله. الزعيم الوطني، الزعيم التحرري ياسر عرفات اتفق مع الدولة الإسرائيلية في اتفاق أوسلو وخلاص انتهى الأمر. يعني أنا لا يمكن أن أزايد على ياسر عرفات، لا يمكن أن أزايد على حركة فتح، لا يمكن أن أزايد على محمود عباس أو على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. أنا مع هذا الشعب لأنه شعب مظلوم، وما يراه لنفسه حلا عادلا منصفا أنا معه. شو بده يندمج مع الإسرائيلي، هو حر. بده دولته المستقلة، أنا معه. الخيارات التي يتخذها الشعب الفلسطيني أنا معه. والكرد كانوا هكذا، دائما مع القضية الوطنية التحررية الفلسطينية، أكثر، حتى أكثر من اللي تاجروا بهذه القضية من الأنظمة العربية، وهم معروفين. لكن عندما أحاول شرح وجهة نظري وموقفي من هذا الموضوع، يصار إلى اتهامي بالمبالغة والغلو والنفاق. يعني أنا ليش بدي نافق أنا؟ يعني شو في فلسطين شو بدها تعطيني؟ يعني السلطة الوطنية الفلسطينية شو بدها تعطيني؟ الناس تنافق لإسرائيل، الناس تنافق للدولة العبرية وهي دولة العبرية، للكيان العبري وهي كيان عبري. هذا مش استصغار. كيان صهيوني، كيان صهيوني، هم يتفاخرون بالحركة الصهيونية، هذا ليس استصغارا. أنا عندما أسمي إسرائيل بالكيان الصهيوني، هم يقولون عن أنفسهم أن الحركة الصهيونية هي الحركة التأسيسية الحاضنة الأم لهذه الدولة. يعني فكل التوصيفات التي يستخدمها الكيان العبري، الكيان الصهيوني، دولة إسرائيل، الدولة العبرية، كل هذه توصيفات سياسية يقولها أو يقدمها الإسرائيليون والمدافعين عن الإسرائيليين، مش ليست مفاهيم أنا استقيتها من القاموس العربي. ربما القاموس العربي يستخدمها، وهذه ليست يعني تعبيرات فيها خطأ تاريخي أو فيها خطأ سياسي أو فيها شطط، يعني في هذا الأساس. عندما أقول ذلك ف يعني الكرد أو البعض من الكرد يسعى إلى إقامة الحجة علي أنه يا أخي إسرائيل لم تعادي الأكراد وناصرت قضية الأكراد. أنا شخصيا ما شفت هاي المناصرة، المناصرة الحقيقية الفعلية السياسية الدبلوماسية الاقتصادية، أنا ما شفتها. ما حدا يجي يجيب لي يعني كلام وصداقة الفيسبوك وأصدقاء الفيسبوك. يعني الأمريكيين نعم، هنالك فضل للأمريكيين فيما يتمتع به كرد العراق من إقليم فيدرالي، هذا قولا واحدا ما بيختلف عليها، يعني على هالموضوع اثنين. لكن لا يوجد شيء
في الستينات قدموا دعما عفوا، في الستينات قدموا دعما للملا المصطفى البرزاني، نعم، لكنهم أوقفوا هذا الدعم، لأنه الملا المصطفى البرزاني الزعيم الكردي الخالد رفض فتح جبهة على الحكومة العراقية في 73 في حرب 73، لأنه العراق اشترك مع السوريين في تلك الحرب ولو بصورة رمزية. لكن الملا مصطفى البرزاني رفض أن تسجل عليه تاريخيا أنه في تلك اللحظة الحرجة الكرد كانوا مع صدام، كانوا مع صدام ضد الإسرائيلي. موقف الملا المصطفى البرزاني كان موقف يعني أقل ما يقال فيه شجاعة، نبل نبل نبل، يعني لم يستثمر الكرد تلك الفترة الضائقة. الكرد كانوا على حدود بغداد، على تخوم بغداد في السبعينات. لا، والعراق كان دولة هشة، يعني دولة ضعيفة عسكريا وقت ذاك، كان بإمكانهم يعني يستثمروا ويستغلوا ويستخدموا سياسة لي الذراع. لكن ما لم الملا المصطفى البرزاني لم يفعل ذلك، وهذه سجلتها إسرائيل عليه وقطعت الدعم عنه، وصار اللي صار. فما يجي حدا يزايد في هذا، يعني موقفي فيما يتعلق بالسند التاريخي والسند السياسي قوي. يعني أنا أنتقد إسرائيل لأنه في هنالك إسرائيليين بينتقدوا إسرائيل، في هنالك يهود ينتقدون إسرائيل، مش بس الفلسطينيين. شو هذول، شو وضعهم يعني. فالكرد أحيانا، أو مش الكرد، بعض البسطاء اللي نتيجة نكاية في البعثيين، نكاية في الشيباني، نكاية في حماس، أحيانا تأخذه هذه العصبية إلى ردود أفعال بسيطة وسذجة وعفوية، يعني مش الكل، البعض، وهم قلة قليلة يعني. لكن هؤلاء القلة القليلة يتأثرون بمواقف تطلقها حماس والفصائل الفلسطينية، يسارية وإسلامية، من مثل هذا التصريح اللي أطلقه يعني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما احتلت تركيا عفرين. شوفوا هذا التصريح التافه والسخيف الذي يبرزه هؤلاء الكرد البسطاء في وجهه، لأنه أنت ليش عم تدعم القضية الفلسطينية طالما أنه قيادي فلسطيني حمساوي يدافع عن احتلال الدولة التركية لمنطقة عفرين الكردية، وهذا الاحتلال شرد أهلها، يعني شرد عشرات الألوف، مئات الألوف من الكرد السوريين أبناء المنطقة الأصلاء، وأتى بالإرهابيين وشذاذ الآفاق وأسكنوا هذا الاحتلال، أسكن هؤلاء في مدن وفي قرى وفي منازل الكرد العافرينيين. شوف هذا وصمة العار، وصمة عار على حركة حماس وعلى جبين خالد مشعل. أقل ما يقال في هذا التصريح بأنه تعريس سياسي، تعريس سياسي وقوادة سياسية. شو يعني؟ أنا سأترك توصيفات أخرى للأخوة الفلسطينيين يطلقوها على هيك تصريح. شو دخل يعني خالد مشعل إذا كان بالفعل لديه قضية شعب مظلوم، يبرر ويدافع عن احتلال دولة أخرى لمنطقة كردية سورية ويعتبرها نصرا للإرادة التركية ويربط الأمة وكل هالسخافات هي.
هذا التصريح وصمة عار على جبين الإسلام السياسي الفلسطيني ككل. حماس جهاد، ووصمة عار على جبين حركة حماس، ووصمة عار على جبين خالد مشعل يعني نفسه. يعني لماذا يورط الشعب الفلسطيني ويورط نفسه ويورط حركته في هذا التبرير السخيف والمبتذل والقبيح والقميء في الدفاع عن العدوان التركي، الغزو التركي البربري والهمجي لمنطقة آمنة؟ يعني في هذه المنطقة، منطقة عفرين، هنالك العشرات من الشهداء من الشباب الكرد الذين سقطوا في حركة التحرر الوطني الفلسطيني، العشرات من الكرد السوريين من أبناء منطقة عفرين سقطوا شهداء في الحركة الوطنية التحررية الفلسطينية وقت ذاك، يعني في فترة السبعينات والثمانينات، عندما كان الكرد ضمن الحركة الوطنية الفلسطينية مقاتلين ثوار مناضلين لنصرة القضية الفلسطينية. خالد مشعل وين كان وقت ذاك؟ فلأنه خالد مشعل لا يخجل من نفسه. مثلا عندما أدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، يبرز لي أحدهم هذا التصريح، وهو تصريح مدان، ولن يدفعني هيك تصريحات وهيك مواقف لكي أتخلى عن قناعتي ودعمي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس طبقا للمرجعيات والقوانين الدولية. ما أراه يعني منصفا وعادلا للشعب الكردي أراه منصفا وعادلا للشعب الفلسطيني. ما في عندي خيار وفقوس، ما في عندي أنه أنا مع حق تقرير المصير للشعوب لكن الأكراد ما بعرف شو، أنا مع حق تقرير المصير للشعوب للكرد ولكن الفلسطينيين لا. ليش؟ لأنه والله الفلسطينيين كانوا على علاقة مع صدام حسين، أو الفلسطينيين كانوا علاقة مع النظام البعثي أو النظام الأتاتوركي. هذا المنطق في التبرير اللي فيه جانب من الوجاهة، لكن أنا لا أعتبره سندا قويما يدفعني للتخلي عن الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيري. وصلني هذا الفيديو أيضا، يعني هذا الفيديو أحد المتابعين أرسله لي، وشوف يعني هذا الإنسان الفلسطيني البسيط الساذج الموجود حتى في المملكة المتحدة، وكيف ينظر إلى الكرد. من أدخل إلى رأس هذا الإنسان البسيط هذه المعلومات التافهة والسخيفة عن الشعب الكردي؟ Yeah. Does he support the Kurds? So he supports Turkey, obviously. معناها أنت بتأيد تركيا، مظبوط؟ Yeah. Okay. Yeah. Does he support the Kurds as well in Turkey? هل أنت بتأيد الأكراد في تركيا كمان؟ الأكراد أكراد اللي في تركيا. الأكراد اللي في تركيا. The Kurds that are in Turkey. نعم. لا، الأكراد أنا ضد قوات سوريا الديمقراطية، يعني I am against the democratic تركيا هي مهتمة بالشعب السوري. forces of Syria. The Turks are the ones who are helping the Syrians. No, but I'm talking about the Kurds. Does he believe in Kurdish independence? هو عم بسألك عن الأكراد، هل أنت بتآمن إنه الأكراد لازم يكون عندهم استقلالهم؟ لا. مستقلين؟ No, I don't. Why not? They're in the same position as the Palestinians. ليش؟ ما هم تقريبا وضعهم زي وضع الفلسطينية. الأكراد موجودين يا أختي في 3 دول، في العراق وسوريا وتركيا. My dear sister, the Kurds are in 3 countries: Syria, Iraq, and in Turkey. If they were to have a country, how would they have a country? They would get independent places. ممكن يحصلوا على مكان مستقل في كل هاي الدول، أو أمكنة مستقلة في كل هاي الدول. ممكن يعني هو عم يسألك. أنا طبعا ضد يكون دولة للأكراد. الأكراد شعب
بحب الحروب بحب العدائية. Because the Kurds are people that like violence and they like wars. So he supports. طبعا هذا الفلسطيني البسيط الموجود في الشتات مع قيام دولة فلسطين وضد قيام دولة كردستان. لماذا؟ هو سببه أنه الأكراد منتشرين والأكراد موجودين في سوريا. أنت شو لك علاقة؟ إذا في سوريا أنت فلسطيني، قضيتك وأزمتك ومحنتك ومظلوميتك مع إسرائيل، شو لك علاقة يعني؟ في سوريا صارت دولة كردية ولا ما صارت دولة كردية؟ في تركيا صار دولة كردية ولا ما صار؟ في العراق صار دولة كردية ولا ما صار؟ في إيران صار دولة كردية ولا ما صار؟ في الأرجنتين صار دولة كردية ولا ما صار؟ أنت شو لك علاقة بهذا الموضوع؟ مين دخل براسك هذا الدجل والكذب؟ طبعا هذا النموذج موجود في داخل فلسطين وأنا شفته، وخارج فلسطين ضمن البسطاء اللي جرى تلقين هيك معلومات غبية وجاهلة وسيئة عن الكرد. لاحظوا يعني حركة الجسد والجهل اللي بينضح فيه، هذا الجهل الذي يصدر على ألسنة المواطنين الفلسطينيين البسطاء، من أين أتى؟ هنالك مؤسسات تقف وراء هذا الجهل. ما في ضمن المؤسسات الفلسطينية ما ذلك الجانب التنويري التثقيفي، أنه يا أخي أبعدوا القضية الفلسطينية عن التورط في المظلومية الكردية، التورط المضاد في المظلومية الكردية. لا تقفوا يعني في فترة من الفترات منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات، أنا بعرف أنه كان بيحط ملح على الجرح ومجبر في التعامل مع صدام حسين، ليس حبا في صدام حسين لكن دفاعا عن قضيته، لأنه في ضائقة وبحاجة إلى دعم. الآن هذا الأمر غير موجود. يعني الفلسطينيين ليسوا في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وليسوا مضطرين لأن يكون الشعب الفلسطيني كله خالد مشعل، أو كل الشعب الفلسطيني مثل هذا الإنسان البسيط الساذج. يعني الشعب الكردي عدواني وبيحب الحروب. شو بيحب الحروب؟ مين قال لك أنه الشعب الكردي يحب الحروب؟ أنا بإمكاني أن أقول هذا الكلام، أو أي كردي بإمكانه أن يقول هذا الكلام على الشعب الفلسطيني. تقبلها على حالك؟ لا، ما بيقبلها على الكرد. هذا الوعي اللي بيقوله ولو أنه جهل لكنه وعي. هنالك كثر في الأوساط الفلسطينية حتى منهم مثقفين مقتنعين أنه هذا الكلام صحيح، لكن منشأ هذا الكلام من أين أتى ولماذا يستمر؟ هذا هو السؤال. بالنتيجة هل هكذا مواقف من الفلسطينيين البسطاء أو من النخب الفلسطينية السياسية والثقافية المناهضة لحقوق الشعب الكردي، هل ستدفعني أن أكون صورة طبق الأصل عن هؤلاء؟ لا، لن أكون مثل هؤلاء. لن أكون ردة فعل عكسية لسلوك خالد مشعل أو لسلوك هذا الإنسان البسيط. أنا مع قناعتي المبدئية. القانون الدولي شو بيقول فيما يتعلق بحقوق الكرد أقبل به، وأقبل بنفس القانون معيارا وميزانا لحقوق الشعب الفلسطيني. عدا عن ذلك الشعب الفلسطيني شو بده أنا معه، لكن الشعب الفلسطيني يكون ضد قيام دولة كردية، لا، أنا مو معه. النخب الفلسطينية تكون ضد الحقوق الكردية في سوريا، في العراق، في تركيا، لا، سامحوني، وقت ذاك أنا ضد هذا الموقف السياسي ولست ضد قيام دولة فلسطين.
أنا ضد هذا الوعي الجاهل الغبي، لكن لست ضد حقوق الشعب الفلسطيني. أنا ضد هذا السلوك المنحط وهذا الجهل المصدر وغرسه في وعي وعقول الفلسطينيين البسطاء، لكنني سأبقى إلى أبد الآبدين مع حقوق الشعب الوطني، الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذه الحقوق العادلة وهذه المظلومية المحقة التي تملي علي أخلاقيا وثقافيا العدل والإنصاف. أكتفي بذلك. دمتم بألف خير.